هو ايه الفرق بين فئة الفيزيك والكلاسيك فيزيك وكمال الاجسام لو انت واحد من الناس بتفكر في موضوع البطولات؟ الاول خليني اقولك يا صديقي ان فئة الفيزيك انك بيكون عندك حجم عضلي مناسب مش كبير قوي، وفي نفس الوقت فيه السيمترية الجميلة، ويكون ظهرك عريض واخد الفي شيب مع كتفك، ووسطك اهم حاجة لازم يكون صغير. والاهم ان مش زي كل الناس معتقدة ان لازم اهمل عضلات الرجل لان السمانة بتكون مطلوبة، وابسط مثال على الكلام دوت هو جيرمي لما نيجي نشوف عضلات رجله. واهم حاجه طريقتك على العرض وحضورك على المسرح. اما بقى الكلاسيك فيزيك انك بيكون عندك حجم عضلي اكبر من فئه الفيزيك، فعضلات رجلك اهم حاجه والجسم العلوي، والاهم طبعا اللي لازم يكون في تناسق بينهم، وبيكون ليه اوضاع مختلفه عن فئه الفيزيك. اما بقى لو احنا جينا لكمال الاجسام ووزن المفتوح، وانك بتوصل لحجم عضلي اكبر من الفئتين اللي فاتوا، والاهم انك بتحاول تخلي وسطك صغير في طريقتك في العرض، وده طبعا بناء على معايير مستر اولمبيا في الفتره الاخيره ديت. وعايزك تقولي رايك في التعليقات.